يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو النهارده بتاعنا كله حماس، هنبدأ مع بعض نعمل الفطار. كنت جايبه كده بطه من اليوم اللي قبله وحطاها في محلول النقع، قرفه وقرفه اللي هي العيدان الخشب وورق لورا وحبهان وقرنفل وشرايح ليمون وملح وسكر وميه، وحطيت كل الكلام الحلو ده وحطيت فيه البطه وغطيتهم وحطيتهم في التلاجة من قبلها بيوم. عادي جدا بتقعد، مش بيحصل لها اي حاجه. وهنا كده جبت كميه البصل اللي انا هستخدمها في الفطار وابتديت ان انا افرمها في الكبه. احنا النهارده هنعمل محشي وهنعمل بط. فقلت كده ايه، نبدا مع بعض نعمل الفطار. جبت هنا كده حبه من البصل اللي اتفرم في الكبه وحطيت عليه ملح وبهارات، اي بهارات بقى انت بتحبيها. انا حطيت كزبره وكمون وملح وفلفل اسود وشطه وبابريكا وقرفة. خلطت الكلام الحلو ده مع بعضه وابتديت احشي البطة ما بين اللحم والجلد، وادخل التتبيلة دي في البطة من جوه ومن بره، بحيث كلها تتبل وتاخد من طعم البصل والبهارات. تمام. بعد كده هاجي بقى نعمل مع بعض المحشي الكرنب اللي احنا هنعمله ده، اللي انا كنت مفرزاه معاكم. ولو ما كانش حد شايف فيديو التفريزات هسيبهولكوا في اول كومنت مثبت. هنا كده جيت بقى عند البطة، انا بحب اديها كده صدمة. فجبت معلقة من السمنة البلدي وسخنتها، واول ما ساحت كويس كده وسخنت نزلت بيها في البطة. بفضل اقلبها بحيث تاخد لون، بس اللون ما يغمقش عشان البطة ما تاخدش لون غامق. وبعد كده وانا سايبه البطه تاخد راحتها في التشويحه دي والصدمه دي، بعمل الخلطه بتاعه المحشي. حطيت البصل وحطيت الطماطم، والطماطم دي برضو كنا مفرزينها مع بعض، وحطيت ال11 بهار وحطيت ملح، وهبدأ اسيبهم ياخدوا كده غلوة مع بعض علشان نشوف هنعمل ايه تاني. وانا بحب احط في المحشي نعناع، بحب ازود النعناع سيكة كده علشان بحس انه بيبقى ليه طعم مختلف وريحة حلوة جدا. قولولي بقى مين بيحب اضافة النعناع، ولو ما كنتيش بتجربي النعناع يعني ياريت تجربيها، هتفرق جدا في الطعم النهائي. وبعد كده نزلت بالرز واديته تقليبة. وهناك كده البطة خلاص اتشوحت وخدت صدمة من جميع الاتجاهات، ونزلت عليها بمية من الحنفية، مش مية سخنة. تمام. وهنا كده نزلت بالخضرة اللي برضو كنا مفرزينها مع بعض. وبصوا قد ايه الخضرة محتفظة بلونها وجمالها، وكانت ريحتها حلوة جدا. سبت بقى الخلطة تبرد شوية، وجيت هنا في الحلة اللي انا هستخدمها حطيت في القاع كده بصلاية وجزر. تقدري تحطي طماطم، تقدري تحطي بطاطس، تقدري تحطي ورق كرنب اللي هو الاخضر قوي ده، براحتك زي ما انت عايزة. وباخد كده الورق بتاع الكرنب وبحشيه وعلى طول على الحله. لو تفتكروا في فيديو التفريز انا قلت لكم انا بحب اقطعه واشيله كده، بيبقى سهل عليا وما بياخدش وقت خالص. وزي ما انتم شايفين قدامكم في منتهى السهوله، بجد ما بياخدش اي وقت. هنا كده كنت عملت الكرنب وحطيت عليه فلفل حامي، وكنت جايبه كوسه حشيتها برضو. وقلت خلاص كده سيب المحشي يستوي لحد ما اعمل الخلطة اللي هدهن بيها البط علشان احطها تحت الشواية. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ معلقة سمنة بلدي وعليها معلقة من العسل وعصرة ليمون وملح وفلفل والبهارات اللي انت عايزاها. ما تقلقيش خالص من طعم العسل، مش هيبان، بالعكس هيدي طعم حلو قوي قوي للبط، وهتخلي اللحم بتاعه مسكر كده، وفي نفس الوقت هتدي لمعة وقرمشة للجلد. هنا كده انا دهنت البطة كويس بالخلطة دي وهحطها تحت الشواية. وكمان هنا قلت هعمل عصير بطيخ. البطيخ ده انا مخزناه وبطلعه قبلها كده بشوية عشان يفك، وحطيت عليه عسل. وخلاص على كده، وده كان فطارنا. حطيت كده عصير البطيخ والبط والمحشي وعملت مخلل وحطيت مية وتمر. وبألف هنا وشفا على اللي كل، وبألف هنا وشفا على اللي هيجرب الوصفة بتاعتنا. انتوا طبعا كلكم اساتذه، وفي ناس بتعمل المحشي ده بيبقى رهيب يعني، وفي ناس بتعمل البط ده بطرق كتير جدا، ان شاء الله هنعملها مع بعض. هنا كنت بوريكم التمرية، وزي ما قلت لكم الكسترات دي انا بستخدمها للسفرة، بحس شكلها شيك قوي وحلوة جدا. وحطيت كده قدام كل واحد الطبق بتاعه والشوكة،
وهو ده كان فطارنا، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. فطرنا واتبسطنا وكل حاجة تمام وزي الفل. قلت يلا بقى بسرعة قبل ما نكسل نشيل بقى مطرح الأكل وننظف السفرة بتاعتنا. جبت بقى الكسترات، وطبعا البخاخة اللي ملازمانا طول اليوم ومش بتفرق ايدينا، اللي فيها مية وديتول. بقيت ارش كده على الكسترات واديها تلميعة على السريع علشان تبقى نظيفة. وكمان الديتول يعقم الكسترات يعني مطرح الاكل، علشان الكسترات ما يبقاش فيها اي روايح من الاكل. وابتديت بقى بالفرشة والجاروف القمر دول اشيل اي فرفتة او اي اكل وقع على السفرة. وبعد كده جبت الاسفنجة وجبت كمان الصابون وابتديت اغسل السفرة. انتوا عارفيني السفرة بالنسبة لي مش هتنضف غير لما اغسلها كده، انا بحس ان هي نطفت لما اغسلها بالسبونشة والصابون، وبعد كده ارش مية وديتول واديها تلميعة، انا كده ضميري مرتاح. نضفت السفرة والازاز بقى يلمع وزي الفل. هنرجع بقى المفارش والديكورات وكل حاجة زي ما كانت، علشان الدنيا تبقى تحت السيطرة وما نحسش ان المكان اتبهدل من حوالينا. خلاص كده كل حاجة تمام وزي الفل. يخلص يومنا؟ اكيد لا طبعا. هنا كده التمرية دي انا كنت لسه مشترياها، حلوة قوي وهي ترندي جدا ولسه نازلة. عجبتني وحجمها كويس، انا جبت الحجم الكبير. وبعد كده دخلت بقى على التويلت، كان ورانا معركة. كان البساقط بتاعة الشقة كلها عايزة تتغسل. وقلت لكم قبل كده وهفضل اقولها كتير، اي باسكت في الغرف لازم يا بنات ينضف ويتغسل بمية وصابون ويتعقم بمية وديتول، علشان الحاجات دي لو سبتيها من غير ما تهتمي بنظافتها اكيد طبعا بتعمل روايح مش كويسة، وبتعمل حشرات وبتعمل طاقة سلبية. فاول باول كده انا بلم البساقط بتاعت الشقة كلها وبغسلها مرتين في الاسبوع. وطبعا كل يوم بنشيل الكيس اللي بيكون فيه القمامة أعزكم الله، وبننضف الباسكت بتاعنا. فأنا بالنسبة لي مرتين في الأسبوع أغسلهم وأعقمهم حلو جدا. وطبعا لو احتاج أو الأمر استدعى إن هما يتغسلوا أكتر من مرتين مفيش مشكلة، هما مش بياخدوا وقت أصلا. فبغسلهم كده على السريع وبيبقوا زي الفل، لان انا بحط جواهم كيس. انا مش بحب ارمي القمامة كده على طول في الباسكت، مش حاجة لطيفة يعني، انا على طول بحط كيس. فخلصت كده البساكت، وهنا كمان جبت الجاروف. كل ادوات التنظيف اهتمي بنظافتها واعملي لها يعني ايه نظافة دورية، بحيث ان انت لما تيجي تستخدميها تكون كويسة معاكي وما تبهدلكيش الارض ولا تبهدلك اي حاجة. خلصت، وبعد كده جيت هنا شطفت كل الحاجات اللي انا غسلتها، وهسيبها بقى كده على جنب علشان تنشف، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا بالنسبه لي لما بغسل البساقط وكل ادوات النظافه ببقى مرتاحه جدا، علشان لو هاجي استخدم مثلا الجاروف او المقشه او اي حاجه تكون نظيفه ومش فيها اي اتربه او لازق فيها شعر او اي حاجه مكان التنظيف. بعد كده سبتهم ينشفوا، وجيت هنا عند الكابينة قلت هرش عليها خل. انا بغسل الكابينة بخل مركز، برش عليها خل وبسيبها شوية، وبعد كده بغسلها بالسبونج عادي جدا. وبعد كده جيت هنا عند الخلاطات وعند اي حاجة استلس في التويلت والحوض كمان رشيت عليهم الكلوريكس المتعدد الاغراض. انا بشيل الغطا وبركب فيه من فوق كده اللي هو القطعة بتاعت اي بخاخ عندي علشان اسهل على نفسي. بعد كده ابتديت اغسل بقى الحوض والخلاطات والمراية، طبعا غسلتها كويس جدا. وبعد كده هغسل بقى الرخامة وتبقى زي الفل. الحمام من الاماكن اللي لازم تهتم بنظافتها، علشان ده مكان كله رطوبة، والمكان اللي كله رطوبة بيكون معرض للجراثيم والبكتيريا. نضفت كده كويس وخلصت الحوض، وجيت هنا عند الازاز بتاع الكابينة ابتديت اغسله بالسلك والصابون، علشان هو الخل بيضيع اي بقى تكلسات موجودة مطرح الأبخرة، مطرح شاور، مطرح أي حاجة بيشيلها، وبيكون الإزاز بيلمع جدا. جيت هنا عند الستارة
بتاعة الكابينة، وقلت عايزة بقى اشيلها، بقالي فترة حطاها وعايزة اغسلها. انا اتسألت عليها جبتيها منين؟ انا اشتريتها من ايكيا. حلوة ولا لأ؟ حلوة جدا جدا جدا. هي خامتها واتر بروف، وسهلة الغسل، وبتنضف بأبسط الطرق. يعني انا على فكرة بحطها في الغسالة مش بيحصل لها اي حاجة. جيت بقى عند الماسورة كمان اللي متعلق عليها الكابينة ولمعتها كويس. بعد كده قلت بقى هنغسل الحوائط. طبعا الحوائط بغسلها ب اي منظف عندك، يعني اي منظف انت بتستخدميه، وبضيف عليه حبة من الكلوريكس الجل او الكلوريكس الالوان المتوفر عندي، وحبة كمان من الجنرال. وبزود بقى مية وبفضل بقى اغسل الحوائط والارضيات والمع كل حاجة كويس قوي. ومنظر الرغاوي ده بيرضي ضميري كده ان انا نضفت. خلصت كده كويس قوي قوي، وكل حاجة اتدعكت تمام، وتحسي كده ريحة النظافة حواليكي، لان انا حطيت كمان حبة من الديتول. خلاص خلصنا، وهنبدأ بقى نشيل الرغاوي دي. وطبعا التويلت نفسه اتغسل وتعقم وزي الفل، كل حاجة بقت تمام. خلاص كده، ونشفت الأرضية، هبدأ أرجع كل حاجة مطرحها على نظافة. الزرع ده كان مغسول، وكل الديكورات بتاعة التويلت كانت مغسولة وزي الفل. جيت بقى هنا رصيت بقى كل الشامبوهات والبلسم والفرش اللي بيستخدموها، وزرع بقى زرع في كل مكان. طبعا حطيت مناديل، وزي ما قلت لكم ما تخليش حد يسألك فين المناديل، فين الشاور، فين الحاجات دي، لأ، خلي عينك على كل حاجة، وخلي كل حاجة كده تحت السيطرة، وكل الدنيا تمام، بحيث ان محدش يحتاج اي حاجة لما يدخل التويلت. حطيت هنا كده الفرشة بتاعة الظهر دي، عشان الولاد بقى بيستخدموا التويلت لوحدهم وبياخدوا دش لوحدهم وبيعتمدوا على نفسهم، فجبت لهم الفرشة بتاعة الظهر دي، وكنت جايباها معاكم في فيديو مشتريات. وركبت هنا كمان الستارة البيضة دي، وبرضو كنت جايباها من ايكيا. وخلاص كده خلصت ورشيت معطر. انا بحب ارش معطر على الزرع وعلى الستارة، بحسه كده بيثبت في الحاجات دي وبيقعد فترة اطول، وبيخلي ريحة التويلت حلوة جدا. طبعا المعطر ده يرجع لذوقك انتي، اي معطر انتي بتحبيه هيأدي الغرض. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، متنسيش تعملي لايك وشير للفيديو.